اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله بربع كيلو بانيه هنعمل 7 قطع برجر، حجم كبير، وصفة اقتصادية جدا، أولادك هيحبوها. تقدري تستخدمي الوصفة لسندوتشات المدارس، تقدري كمان تخزنيها في الفريزر لفترة زي ما تحبي، تقدري تستخدميها على طول. هنشوف مع بعضينا الوصفة عاملة ازاي، سهلة وبسيطة. بس يا ريت لو انتي أول مرة تشوفي القناة عندي ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل إشعارات القناة. وفضلا منكم ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو. نشوف مكونات الوصفة معانا ايه. معايا ربع كيلو من البانيه، فرمته في الكبة زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه نص حزمة بقدونس وبصلاية كبيرة اهو. دي الكمية بتاعت ربع كيلو بانيه، عليها بصلاية كبيرة زي ما قلنا ونص حزمة بقدونس، كله اتفرم في الكبة. وهنبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا. هنحط توابل مشكلة، ونحط فلفل اسود، ونحط ملح، ونحط بابريكا، شوية صغيرين من الكركم اهو. وهنبتدي بقى نقلب كل التتبيلة دي مع بعضيها. هنمزج بقى زي ما شايفين كده، مزجناها خلاص. دلوقتي بقى هنجهز كيس عشان نفرده على الرخامة قدامنا، ونبدأ ننزل بالخلطة بتاعتنا اللي احنا عاملينها، اللي هو البرجر. هنحط دلوقتي كيس على الرخامة عشان نفرد عليه البرجر بتاعنا اهو. هنحط بقى نص الكمية اللي معانا ونفردها، نبطط عليها على حجم السمك اللي انت عايزاه بتاع البرجر. وصفة سهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش تكات ولا حاجة. هي بس محتاجة منك انك تظبطيها في التقطيع مش اكتر، وتحتفظي بيها في الفريزر لمدة نص ساعة بعد ما نقطعها عشان تبقى متماسكة وانتي بتحمريها في الجريل. وادي القطاعة التانية اللي ممكن نقطع بيها على حسب بقى ما انتي واخدة بتقطعي بايه بالظبط اهو. في صينية بقى، وهنبدأ نطلع البرجر ونرصه زي ما انتوا شايفين. عمل معايا 7 قطع ما شاء الله، كبار مش صغيرين ولا حاجة اهو. دول 7 هيتحطوا في الفريزر لمدة نص ساعة لحد ما يتماسكوا، وبعدين هنبتدي بقى نحمر فيهم ونشوف الشكل النهائي بتاعهم عامل ايه. يلا بينا نحطهم في الفريزر ونرجع تاني. على الفريزر بقى ونشوف هنعمل فيهم ايه. يلا بينا. في الجريل كده بمسحة بسيطة جدا من الزيت، عايزة تعملي بزيت الزيتون مفيش مشكلة، زيت الأكل العادي خالص برضو مفيش مشكلة. وأول ما الجريل يسخن هنبتدي ننزل بالبرجر بتاعنا، نديله صدمة كده على طول اهو. هو زي ما انتوا شايفين انا مش هعمل الكمية كلها، انا هعمل على قد ما هنتعشى بس، وبقيت الكمية هشيلها في الفريزر اهو. بعد ما قلبناه شكله يفتح النفس وريحته جميلة جدا، والتتبيلة طالعة منه بصراحة مش قادرة اقول لكم، لازم تجربوا الوصفة. وادي الشكل النهائي. انا حطيت قطع الشيدر من تحت كده زي ما انتوا شايفين مش من فوق، يعني غيرت شوية في شكل البرجر، وحاطة قطع طماطم وحتة بسيطة خالص من الخس، ومعها ازازة الكاتشب. وبالهنا والشفا. دي كانت الوصفة بتاعتي. يا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بالشير واللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.